انت خلاص بقالك فترة. عايز اقولك انك هتمسك الوردية المسائية دي من بعدي، بس زي ما قلتلك اوعى اوعى يا عمر تفتح القفل اللي على الباب الحديدي، حتى لو سمعت حد بيطلب المساعدة باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا محمد حسام ودي قناتي، قناة ما وراء الرعب. النهاردة معانا قصة جديدة، يا رب تنال إعجابكم. حابب أقولك لو أنت لسه مش مشترك انزل اشترك، وأشكرك على حسن المشاهدة، بس مش دلوقتي يا صديقي، في الآخر. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ادعي لشهداء غزة إن ربنا ينصرهم على الكيان المحتل يا رب، ودايما افتكرهم بدعائك. وانت مش محتاج حد يطلب منك انت تدعي لهم، المفروض تدعي لهم في كل صلاة، لان دول في محنة ومحتاجين جنبهم ولو بأبسط شيء وهو الدعاء. يلا بينا نبدأ. طول عمري مقتنع ان احنا مش لوحدنا. ايوه احنا مش لوحدنا، حوالينا كائنات عمرنا ما بنقدر نشوفها، بس هما بيشوفونا، بيقدروا يتعلقوا بأي شيء حوالينا. مش مصدقني انت؟ طب بص حواليك، في حواليك لعبة مرمية في الأرض أو تمثال. طيب لبسك اللي انت رميه على الأرض، مجاش في بالك اللحظة إن ممكن يكون حد واقف جنبها ماسكها أو حتى لابسها؟ طب انت الإكسسوارات اللي على الترابيزة قدام المراية، عمرك ما فكرت لحظة إن حد مستنيكي تلمسيها عشان يحط ايده عليكي؟ بخصوص المراية، الوقت الطويل اللي بتقضيه قدامها، مجاش في بالك لحظة ان روح غريبة اتشكلت قدامك عشان تبان بس انها انتي؟ مجنون؟ ممكن، ليه لا؟ مش انت او انتي اول واحد يقول الجملة دي، بس انا عندي رأي وعندي حكايتي اللي هفضل احكيها لحد ما اموت، واعتقد انت كمان عندك فضول تسمعها للاخر. بس خد بالك، مش هتقرأها لوحدك. لحد ما اتخرجت من الجامعة انصدمت بالواقع الأليم. ما كنتش لاقي شغل، وعشت كده، واضطريت اني اقبل بوظيفة في مستشفى في مدينة طنطا. اسم المستشفى مش هيهمك كتير. كنت مضطر اقبل عشان اصرف على اهلي، خصوصا بعد وفاة ابويا. الشغل كان من 6 الصبح لحد 6 بالليل. في الاول وعدوني اني هشتغل في الريسبشن فرد، والوعد ده ما استمرش غير شهرين بس، عشان عملت مشكلة، وساعتها ادوني فرصة تانية ونقلوني لحراسة المشرحة مع عم رشدي، وده مبنى تاني ملوش علاقة بالمستشفى أصلا، بيستقبلوا الجثث منه بس. عم رشدي راجل مسن بس صحته جايباه. أول ما شافني بص المشرف وقال: ايه يا جماعة اللي انت جايبهولي ده شكله صغير، وده هيستحمل أصلا؟ كنت خايف على الفرصة التانية، وأنا الوضع بره سيء ومش سهل ألاقي شغلانة، فاندفعت وقلت: انا يا عم رشدي من ايدك دي لايدك دي، انا اصلا خريج تجاره فتلاقيني مفتح. كانت علينا عم رشدي بتتفحصني وهو بيهز راسه كانه بيخفي حاجه عني. بمجرد ما مشي المشرف لقيت النغمه بتاعته بقت اكتر حده، وقال: طيب بص بقى وفتح لي دماغك، الساعه في ايدك دلوقتي 11 الظهر، انا عايزك تروح تريح عشان شغلك معايا هيبدا من 8 بالليل ل 8 الصبح. انا طبعا مش جاي النهارده عشان مطبق، فانت هتشيل الحوار ده مع استاذ عامر. قرب مني وكمل كلامه وهو بيبرق لي، وما تاخدش منه اي كلمه على محمل الجد. شوف اي كلمه شغلك هيبقى معايا، يلا اتكل انت. كنت حزين ان يوم هيطير ومش هنام في البيت، بس صبرت نفسي وقلت اهو احسن، ان انا كده ما بحبش الصحيان بدري ولا بحب الشمس. رحت وجيت في ميعاد عشان اقابل عامر. كان اول مرة اشوفه ده عشان مواعيد شغلي، بحس ان افراد الامن بتحترمه، بس عرفت سبب الاحترام ده ان بقاله في المستشفى 12 سنة،
الوحيد الأقدم منه هو عم رشدي. الدنيا هديت في المستشفى على الساعة 12 بالليل. كان كلام الراجل ده قليل معايا، بس المرة الواحدة لقيته بيتكلم وهو بيبص على التلفزيون. هم عايزين يطفشوك بدري يا ياد ولا ايه؟ بصيت له، انا مش عارف بيكلمني، فقلت حضرتك بتكلمني انا؟ ما اكلم مين؟ جثث المشرحة؟ مش عارف، بس اكيد طول ما انا مع حضرتك ومع عم رشدي هيسمعوا عني سمع خير. بتمرهمني انا واتثبت انا كده. اتفرج اتفرج. وكان من الواضح ان عارف ان ادائي اوفر شويه، بس احنا قاعدين سمعنا صوت بكاء لطفل خلاني الف برقبتي للطرقه. لقيت عامل اتنهد وقال بدأنا بدري النهارده. وقام وقف وهو بياخد نفسه من السيجاره وكأنه مش عايز يسيب الفيلم الممل ده. صوت البكاء عشان اتعصب وقال ما خلاص جايين اهو. ما كنتش عارف بيكلم مين ورايح لمين. لما رجع كان عرقان وما تكلمش ولا كلمة، وفضل يتابع التلفزيون تاني وهو بيتكتك في الولاعة اللي رفضت تشتغل عشان يولع سيجارته. ده حتى مش عارف اسأله، بس اندفعت وقلت له بصوت متعجب هو انت جايب ابنك ولا حاجة؟ لقيته ضحك وهو بيشاور لي ويقول ابني؟ اه ده انت خام خالص. اتفرج على الفيلم، بكرة رشدي يحكي لك. ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل حتى لما اشتغلت مع عم رشدي. كان شغل حراسة بس، هو اللي بيتولى كل حاجة. بس يمكن عشان انا مش اجتماعي شوية لقيته هو اللي بيقرب مني. مع الوقت بدأ يتكلم معايا، ما كنتش بلاحظ اي حاجة غريبة غير بس اصوات بتنادي بره، ودايما رشدي بيتجاهلها من عادته، ماسك الموبايل وقاعد ماسك سيجارته. كان بيحكي معايا انه بقاله 15 سنة في المستشفى وشاف هنا العجب العجاب. ويوم عن يوم بدأ يحكي لي ويقول لو قلت لك ان عمري 50 سنة مش هتصدقني من شعر الابيض وتجاعيد وشي. ده مش اثر العمر، ده اثر اللي شفته واللي مش هقدر احكيهولك لانك هتكتشفه مع الوقت. بس خليك دايما عارف ان انا وانت دلوقتي مش لوحدينا. يعني ايه مش لوحدنا؟ لا، انا عايزك تبقى ملقط وتفهمها وهي طايرة. احنا هنا بنتعامل مع جثث، واللي يجي مقتول واللي يجي محروق واللي غرقان واللي جاي متعذب، وكلها أرواح مغلولة. فوارد جدا تسمع جملة هنا كلمة هنا مش منهم، لا ده من أشبه. بمجرد ما خلص كلمته سمعت صوت ضحكة عمري ما سمعتها قبل كده. لقيت عم رشدي بيبتسم لي وبنحش واسنانه وقال لي ولا كأنك سمعت أي حاجة. حسيت إن ريقي نشف. أنا كل ده كنت بفتكر حاجات، بس عمري ما تخيلت كده، وعشان كده قلت له بصوت مرتعش طيب أنا عايز أمشي من هنا يا عم رشدي. لقيته ضحك وقال ومين يشتغل هنا ومش عايز يمشي؟ أنا لما عرفت كده كنت عايز أمشي، بس زودوني في المرتب. أنا باخد هنا ضعف الدكتور. مدير المستشفى عنده علم باللي بنشوفه وكتمه، الله أعلم كتمه ليه، بس هو شهر واحد وهيختبروه تلاقي مرتبك بقى الضعف. عاج رقبته ليا وكمل كلامه. مجيتش بقى على ضحكة هنا أو صوت هناك طالما الموضوع مفيهوش أذى. سيب نفسك، هيعتبرها تمارين رياضية بس للقلب. حاولت أثق في كلام عم رشدي، وفعلا بعد شهر واحد من الصمود لقيت إن مرتبي زاد من 2500 ل5000 جنيه. فرحت جدا ولقيت نظرة عم رشدي وهو بيقرب مني، فحكيت له كل حاجة. لقيته قال لي انت خلاص بقالك فترة. عايز اقولك انك هتمسك الوردية المسائية دي من بعدي كمان، مش معايا بس زي ما قلت لك اوعى يا عمر تفتح القفل اللي على الباب الحديدي. حتى لو سمعت حد بيطلب المساعدة باسمك. بدأ الأيام تعدي وأنا بكتم رعبي جوايا، بفكر دايما في المستقبل. إن عم رشدي مرتبه بس في الشهر 15,000 جنيه وما بيعملش أي حاجة، مجرد بس بيفتح الباب الحديدي عشان يطلع الجثث. وطموحي زاد وبقيت أفكر يوم عن يوم إن لازم أنا أبقى أشجع من كده. كل يوم بعد 12 بالليل أصوات ضحك وبكاء، كل يوم نفس الخضة، وعم رشدي ماسك موبايله مش مهتم. لحد اليوم المشؤوم مش قادر أنسى تفاصيله. وصلت الشغل متأخر وعم رشدي
مكالماته زادت، وانا كل شوية اكنسل وارد واقول له الطريق يا عم رشدي، معلش زحمة. ووصلت الشغل الساعة 10:30. دخلت من بوابات المبنى اللي كان صغير، كان مكتب غرفة عم رشدي منور. قررت اني اجمع كلامي كده عشان اقول له حاج على سبيل التأخير. ولما دخلت ما لقيتوش. قبل ما اخرج لقيته سايب موبايله على المكتب. فخرجت عشان اشوفه جوه المشرحة. فضلت ادور في الممرات وانا بنادي عليه، بس لفت نظري الباب الحديدي، لقيته مفتوح. بصيت في ساعتي وخارج من صوت حد بيقول لي عمر الحقني ارجوك. لقيتها 10:30. استغربت. عم رشدي بيقفل الباب ده الساعة 9 بالدقيقة، ممنوع تخرج جثة في الوقت ده. رجعت المكتب وما اهتمتش، قلت انه بره، وبمجرد ما هيجي هيقول لي كان فين. جايز كان بره. الساعة كانت في ايدي 11، ولما لقيته داخل عليا وهو بيقول لي انا قلت انك مش هتيجي النهارده. معلش يا عم رشدي، انا جاي من الساعة 10 بس ما لقيتكش، الطريق بس كان زحمة شوية. انت حاجة كترت بس ما علينا. النهارده يوم لبش شكله. مش هكدب عليك، انا اول مرة في حياتي اخاف. عامر قال لي ان في جثة وصلت الساعة 7 كانت منتحرة وحطوها في المشرحة. والغريب انه قال لي الجملة دي. ورجعت بس لقيت الغاب بسبب الباب الحديدي مفتوح. اتنهد وكمل كلامه. تعرف ايه اللي رعبني؟ اللي قلت ارن عليه فسمعت رنة من جوه الغرفة. بيني وبينك اتقدمت وسمعته جوه الغرفة بينادي عليا. كلامه خوفني، فلقيت نفسه بيقول وانا كمان. مجرد ما خلصت الجملة نور المكتب بقى يرعش. فرشدي اتكلم وقال كده النور هيقطع، تعال نطلع. بس قبل ما نقطع النور قطع. لقيت رشدي بيقول لي يلا بسرعة. خرجت وراه مشغل كشاف موبايل، وصوت البكاء كان في كل مكان حواليا، عشان كده كان جسمي بيتنفض. بس لحظة لاحظت ان عم رشدي اللي بمجرد ما لف الممر قدامي عمال يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا حي يا قيوم. كنت خايف الف وراه، فرجعت جري على اوضه المكتب. لقيت عم رشدي بيصرخ. قفلت عليا المكتب بالمفتاح. صوت صراخ عم رشدي في ودني، صوته كان بيخترق طبلة ودني. عشان كده قعدت في ركن في المكتب. ومرة واحدة صوت الخبط على المكتب بدأ، كأن صوته عم رشدي بيقول لي بصوت سريع وهو بيهبد على الباب افتح يا عمر، ابوس ايدك افتح يا ابني، افتح. اخر جملة قالها وبعدين صرخ. ما كانش عندي قلب اني افتح، ولو فتحت كان هيحصل لي ايه؟ الاصوات زادت وانا مش عارف حتى امسك موبايلي. اعصابي ما بقتش موجودة. فضلت على صوت الضحك والبكاء والصراخ لحد الساعة 4 الفجر. افتح يا عمر، عايزك، انا عمك رشدي. كان صوته غريب. ده مش صوت عم رشدي. فضلت حاطط ايدي على ودني وانا مصمم اني مش هفتح الباب مهما حصل. الشمس طلعت ولقيت تليفوني بيرن. كان مدير المستشفى. فتحت بصوت مبحوح وانا بحكي له عشان يجي مع مجموعة من الناس، وحكيت لهم روايتي بالتفصيل. المدير قال لي عامر ورشدي ماتوا بسكتة قلبية، ودي بتحصل عادي، يعني ممكن يكون بسبب اللي يتعاطوا. انت بتقول ايه؟ ومين دول اللي ماتوا؟ بقولك ايه، انت هتتعبني معاك، شكلك عايزني ادخل في سين وجيم مع الشرطة. خدها يا ابني من قصرها واطلع من الحوار، وطالما انت كويس هنراضيك. رفضت وفضلت مصمم على روايتي. المشرحة دي مسكونة. المشرحة دي اللي قتلت عامر ورشدي تحولت لمستشفى أمراض عقلية. ولو قلتلك يا دكتور انت الدكتورة اللي معاك ان عمري 25 سنة وشعري شايب بالطريقة دي مش هتصدقني، بس انا اقدر اخليكوا تصدقوني. الدكاترة بصت له بعمق، فكمل القصة وقال السرير اللي جنبي ده في شخص اسمه محمد عبد الغني، مات قبل كده، قبل ما اجي من هنا بشهرين، وكنتوا متابعين حالته. على فكرة هو قاعد على السرير دلوقتي وبيقول لك يا دكتورة ان وحشه الزبادي اللي مامتك كانت بتعملهولي. خليكوا دايما فاكرين احنا مش لوحدنا.